الزمالك يكسب اوتوه 2-1 ويتأهل لنص النهائي. صبحي كان هيضيع مجهود اللعيبه طول الماتش. انا مش بثق في صبحي خالص. جون مستهتر وما بيشيلش المسؤوليه. انا مش عارف المهدي اثر في ايه الصراحه. جون ثقه وعنده خبرات. صبحي انا حاسس انه لو وصل حتى لسن ال40 هيفضل كده. لازم يقعد عشان دايما غلطاته بتكلف الفريق. والزمالك ما شافش من صبحي حاجه كويسه اصلا عشان يكون جون الزمالك الاساسي. لعيبه الزمالك والجمهور عملوا ماتش كبير قوي. الزمالك ضيع كتير قوي طول الماتش وكورتين جون في العارضه من بنتايج ومن عضية الدبال. اللي جاب الجون الاول حسام عبد المجيد الشوط الاولاني من ركنيه عبد الله السعيد. كره تدرس الصراحه. العرضيه بتاعت عبد الله وركوب حسام عبد المجيد للكوره. الزمالك الصراحه بدا الماتش حلو قوي وحب يخلص الماتش بدري بدري. والجون التاني عضية الدباغ جابه من كره حلوه قوي من بنتايج وبتزيرة وهو عمل الفول على الكوره صح. بس هو ضيع كور كتير قوي سهله الماتش ده. لعيبه الزمالك لازم تشتغل على الحاجات دي ان هم ما يضيعوش الفرص دي كلها. عشان اصلا الفريق عاده فيه متوشه قويه مش هتوصل بالكم ده كله. البطوله دي لازم الزمالك ياخدها. اصعب ماتش هيكون اللي جاي ماتش شباب والدوزداد عشان الوداد خرجت من شويه اصلا. فانت طريقك المفروض يبقى سهل. كابتن معتمد جمال عمل كل حاجه صح النهارده من بدايه التشكيله حتى في التغييرات. تغيير عمر جابر بس اللي مكان محمد ابراهيم اللي مش مفهومه بالنسبه لي. بس الزمالك يستاهل يتاهل النهارده. والفريق اصلا ضعيف. هو فريق ما بيتدربوش الا على الباص. اما هم تمركزاتهم غلط وكل حاجه بيعملوها غلط. بالنسبه لكم مين كان احسن واحد في الماتش النهارده؟ مبروك للزمالك وان شاء الله البطوله دي مش تخرج من مصر عشان هو الممثل الوحيد لينا في افريقيا. مبروك لجمهور الزمالك العظيم اللي وجوده في الملعب بيفرق مع الفريق قوي ومن غيره مش هنشوف الروح دي في الملعب.